السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخيرات على أحلى أمارات، يا مراحب يا مراحب، يا صباح الفل والورد والأمل والتفاؤل على أحلى حبيبات في الدنيا وأعز إخوات في الدنيا. أهلا وسهلا بكم، شرفوني ونوروني على قناتي أصلي وعصري على اليوتيوب وعلى صفحتي أصلي وعصري على الفيس. اعملوا لي متابعة وشرفوني ونوروني، وهنعمل مع بعض النهاردة يا حبيباتي الجميلات عشان بصباح الفل والتفاؤل كده نعمل مع بعض الفطير المشلتت إن شاء الله. هعمله لك بسر يخلي العجينة معاكي تجري كده زي ما انت شايفاها معايا على الترابيزة كده. يا دوب هتمشي ايدك عليها تتفرد معاكي بمنتهى السهوله. وكمان هعمله باربع طرق سهلين جدا، اجدد واسهل واربع طرق موجودين. هعملهم لك بالاربعه، وهقول لك انهي طريقه فيهم تنفعك وانهي طريقه فيهم هتطلع الفطير فيها مورق وسهل جدا. وبالتجربه مع بعض هنشوف. لو انت عايزه تعملي مشروع من بيتك وتزودي دخلك هتعمليه معانا، وهقول لك هحسب لك الكيلو هياخد منك المقدار بتاعه كام بالظبط، وهيعمل معاكي كام فطير. نيجي نصلوا على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي 3 كيلو من الدقيق منخولين ومعدياهم من المنخول. لازم تنخلي الدقيق بتاعك كذا مرة لأن إحنا في الصيف. وعندي كوباية مية حنفية عادي، إحنا في الصيف فالمية من الفلتر يعني. ما تدفيهاش. وحطيت فيها 3 معالق من السكر ونص معلقة من الملح ودوبتهم كويس قوي. هقول لك ليه دلوقتي، هتساليني ليه عملت كده، هقول لك ليه دلوقتي. جبت الدقيق بتاعي وضفت يعني معلقه بالصغيره من البيكنج باودر، وضفت برده معلقه من الصغيره من الفانيليا. ليه يا ام مالك؟ البيكنج باودر هيخلي العجينه معاكي سهله جدا في الفرد، ده السر اللي بقول لك عليه. وبيخلي العجينه تجري معاكي كده على الترابيزه وانت بتفرديها على الرخامه. والفانيليا بتدي ريحه وطعم حلو قوي قوي لعجينه الفطير. دي تكات انا بزودها من عندي، لو مش حابه تضيفيها ما تضيفيهاش مش مشكله. بس البيكنج باودر هيخلي العجينه تبقى سهله معاكي وتجري معاكي. دوبتي الميه ليه يا ام مالك؟ هتساليني دوبتي السكر والملح ليه في الميه يا ام مالك؟ هقول لك يا حبيبتي، لما بتضيفيه على الدقيق بيفضل حبيبات زي ما هو في العجينه، فبتيجي تفردي الفطيره بعد كده فالحبيبات دي بتقطع منك الفطيره. فعشان كده انا بدوبه عشان يبقى ايه، ما يضايقنيش في الفرد في العجينه، بيفضل حبيبات زي ما هو فبيقطع مني الفطيره. فدي تكه خدي بالك منها قوي، انا بحب اعملها في شغلي على طول. وبنضيف الميه شويه بشويه، وبنضيف طبعا الكوبايه اللي فيها الملح والسكر. وشويه بشويه بتضيفي، ما تضيفيش الميه كلها مره واحده، لا بتضيفيها على مراحل لغايه ما تحسي ان خلاص العجينه بتاعتك مش محتاجه ميه. بياخد الكيلو مننا حوالي 3 كوبايات، 3 كوبايات ونص على حسب نوع الدقيق. زي ما قلنا احنا متفقين كلنا ان في نوع دقيق بياخد اكتر معلقتين ميه او ربع كوبايه، وفي بياخد اقل ميه على حسب نوع الدقيق. فمن احتياطي بنخلي جنبنا شويه دقيق عشان لو الدنيا باظت منك تعرفي تعالجيها. وبنشتغل كويس قوي في العجينه، بنعجنها عجين كويس قوي لغايه ما تتلم معانا وتسيب ايدينا كده. وبنختبر العجينه زي ما انتم شايفين، بناخد منها حته كده ونشدها كده تمطت معانا كده وبقت حلوه كده وناعمه. يبقى العجينه بتاعتنا كده خدت حقها. هي اهم حاجه في الفطير يا حبايبي العجينه بتاعته. فانا لقيتها محتاجه شويه فاخدتها كده على الترابيزه. انا بعجن على ترابيزه عشان افرد عليها، ترابيزه واسعه كبيره كده. انا ما دهنتش الترابيزه هنا باي ماده دهنيه، انا نزلت عليها العجينه كده وبايديا كده نزلت فيها كده اشغل فيها. هنا بقى كان خلاص تعبت جدا من العجين، بس يعني بحاول الحمد لله رب العالمين. ربنا يديكم ويدينا الصحه والعافيه يا رب. وممكن تريحي يعني شويه لو انت ايه تعبتي من العجين. فبصي بشتغل فيها كده بالراحة واحدة واحدة بشغلها لغاية ما العجينة تنعم معايا وتبقى ملساء كده وتحس العجينة كده ايه يعني بقت زي الملبن معاكي. العجينة بقت حلوة معاكي كده وناعمة. العجينة ناعمة معاكي، ما بقاش فيها مسام واسعة كده، بقت ناعمة معاكي. وبعدين بحط حبة زيت كده في البولة بتاعتنا او البلاستيكة بتاعتنا وبلم العجينة. هي تبقى مشبطة حبة زي ما قلت لك، انا مش ضايفة تحتها اي دهون. وبغطيها كده بايه، بدهنها بحبه زيت وبغطيها كده بكيس وبسيبها على جنب كده شويه تستريح. ال- العجين الفطير الجو حر فمش هتستريح كتير، يعني حوالي نص ساعة كده أو أقل من نص ساعة كمان. وعندي هنا بقى السمنة بتاعتنا. أنا ضفت نص كيلو سمنة على كوباية زبدة على كوباية سمنة فلاحي. وضفت كمان كوباية من الزيت، يعني حوالي كيلو من السمنة على التلاتة كيلو. التلاتة كيلو الفطير او 3 كيلو الدقيق. يعني عندي لو هتعملي كيلو يبقى الكيلو هيعمل لك هتضيفي عليه 3 كوبايات ميه، 3 كوبايات وشويه ممكن ياخدوا معاكي، على معلقه سكر، على نص معلقه بيكنج باودر، على معلقه صغيره فانيليا. وهتعجني
هيطلع معاكي الكيلو كام فطيرة يا أم مالك؟ لو هتعملي فطاير وسط هيعمل معاكي الكيلو، هيعمل معاكي 4 حلوين وسط. لو هتعملي كبار يبقى ممكن الكيلو تعملي على فطيرتين كبار قوي، أو 3 هيبقوا كبار حلوين. لكن لو وسط هتعملي 4، الكيلو هيطلع معاكي 4. طيب لو هنعمل اللي هي الطبقات بقى، هقولك بقى دلوقتي الدنيا هتمشي معانا ازاي وهتشوفي معايا. انا قطعت هنا 4 من دهنت طبعا مادة دهنية زي ما قلت لك. انا قلبت الحاجات دي كلها في بعضها. الميكس ده سمنة بلدي على سمنة عادية نص كيلو، على كوباية زبدة، على كوباية زيت، وقلبتهم في بعض كده. ما عملتهمش، ما سيحتهمش على نار ولا حاجة، لا انا قلبتهم بايدي كده. الجو حر بتفك لوحدها. وقطعت هنا وغطيت الحاجات بتاعتي. بعد بقى كده الكور بتاعتي اللي انا قطعتها. انا عملت 4 كبار، وعملت حوالي 30 تقريبا 30 او 30 وشويه كمان من الكور الصغيره دي. قطعت صغير وقطعت كبير. الكبير ده هنعمله على واحده طبعا، بس بكذا طريقه. ايه هنعمل ازاي بقى؟ هناخد اول واحده كده، هتدهني طبعا ارضيه الترابيزه او الرخامه دهن. مش عايزه تشتغلي على دهن او سمن مستكتراه، ممكن تحطي دقيق. الدقيق عموما هيخليها تتماسك معاكي يعني هتعرفي تتعاملي معاها احسن من الزيوت او من الدهون، لان الدهون بتخليها تتزحلق معاكي قوي كده. بس شايفه الطريقه بقى؟ بصي انا يا دوبك بمشي ايدي عليها. شايفه؟ بصي ده في ايه بقى اللي بيخليها كده؟ استريحت العجينه معايا. ما دام العجينه استريحت خلاص، ما فيش مشكله فيها خالص في الفرد. وكمان حاطه لها بيكنج باودر، فالبيكنج باودر بيخليها بصي تسحبيها بايدك كده. انتوا زي ما انتوا شايفين بمنتهى السهوله. انا لا فردت ولا عملت بايدي كده، زي ما انتوا شايفين. بصي يا دوب بمشي ايدي عليها وبسحب على بره. بتضغطي ضغطه خفيفه خالص، ومش بتدخلي فيها هواء ولا حاجه، ولا بترفعي ولا بتشدي. العجينه معانا بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، طالعه زي الملبن بسم الله ما شاء الله. ليه؟ عشان عجنتها كويس قوي. اهم حاجه في الفطير العجن، تعجنيه كويس قوي لغايه العجينه بتاعته ما يعني تتعامل، تعرف تاخد وتدي معاكي كده، تحسي انها اشتغلت معاكي ونعمت معاكي كده وبقت زي الاستك في ايدك. المهم خلاص فردنا الفطيره بتاعتنا. فردتها على واحده كبيره كده، واخدت من السمن ودهنتها دهنه حلوه قوي. بتدهنيها، بتوزعي السمن. انا مش مسيحه السمن زي ما انت شايفه. وبنلفها رول كده واحده واحده، سنه بسنه كده. انا طبعا مش حاطه دقيق تحتها زي ما قلت لكم. انا حاطه سمنه عاديه من اللي انا شغاله بيها دي. هي السمنه اللي بشتغل بيها، اللي وريتها لكم في البوله دي، هي دي اللي بكمل بيها، بدهن بيها الفطير وبشتغل عليها وبفرد عليها. هي دي كل شغلنا. حوالي كيلو من السمنه على ال3 كيلو فطير. بنفرد كده وبنلم بقى، بنلم بالراحه واحده واحده كده. لو ضوافرك طويله هتخرم منك الفطيره فورا، فالضوافر تكون مقصوصه واحنا بنشتغل في الفطير. وزي ما قلت لك انا ضايفه العجينه الملح والسكر. انا عاملاه يعني مدوباه في ميه عشان ما يفضلش حبيبات فيقطع مني الفطيره في الفرد. زي ما انتم شايفين انا فردت الفطيره قدامكم بمنتهى السهوله. يا دوب مشيت ايدي عليها وما اتخرمتش مني ولا خرم زي ما انتم شايفين كده. وبلفها رول كده، وبعد كده بلف الرول كده ايه يعني دايره كده في قلب بعضه كده، بلفه في قلب بعضه كده. دي طريقه سهله جدا وبسيطه. دي اول طريقه هنشتغلها مع بعض. وبنلفه كده، وبنجيب بقى صينيه من بتوع الخبيز بتوعنا، بندهن قعرها سمن، وبنحط بقى الفطيره تستريح جنبينا كده. ما خلصناش، احنا كده حطيناها في الفطيره تستريح، لسه في مراحل تانية هنشتغل فيها بعد كده. جبت واحده كمان وفردتها وبلفها اهوت. بحط السمنه بقى بتاعتها، مش بلفها بقى، بحط السمنه بتاعتها بفردها. وبايديا كده بفرد السمنه. السمنه يعني مستحب تشتغلي بيها تكون من التلاجة، ما تكونش سايحه. احنا عايزينها تكون متماسكه معانا عشان تعمل طبقه او تعمل راق فاصل بين طبقه الفطيره وبعضها. وبنلف برضو رول كده واحده واحده. بتلفيها بايدك بالراحه زي ما قلت لك. ضوافرك ما تكونش طويله، لان الضفر ممكن يقطع منك الفطيره وانت بتلفيها. وبتلفي بالراحه كده واحده واحده. وطبعا بتشتغلي على حاجه واسعه جدا عشان الفطيره انا فردها. يعني انتوا شايفين الصوره كده؟ لا الفطيره حجمها كبير معايا. الفطيره حجمها كبير يعني. انا حاولت اصور كده من بعيد، يعني انا جايبه التصوير من بعيد عشان اجيب لكم الفطيره كلها على قد ما اقدر، على قد ما اقدر، لان الفطيره كبير. وبتعملي على حاجه واسعه طبعا. وبنلفها رول كده، وبناخدها برضو بنفس الطريقه زي الاولانيه، وبنلفها كده. بناخدها برضو في الصينية مع التانية وبنحطها تستريح. الصينية طبعا مدهونة بالسمن زي ما قلت لك. السمن احنا اللي شغالين بيه هو ايه؟ هو دي اول طريقة. لسه فاضل فيها مراحل ما خلصناش. هنعمل الطريقة اللي بعديها. الطريقة اللي بعديها دي بقى سهلة جدا وجميلة،
هقول لك بقى يعني هتطلع معاكي تحفه وبسيطه، وبناتنا الصغيرين ممكن يعملوها. هتفردي معاكي الفطيره، هتفرديها كده زي المستطيل كده، يعني بالطول، هنفردها بالطول زي المستطيل كده، وهنفردها وهنمسك بقى ندهنها بالسمن الاول، وبعدين بالسكينه هتاخدي تقطعي من هنا وتقطعي من هنا، بس النص سليم، ومربع كمان من هنا ومربع كمان من هنا زي المربعات كده من الاطراف، تقطعي كده وتقطعي كده بالسكينه، بقطعه بقى باي حاجه عندك هتقطعي، يعني واحده قصاد واحده، اهم شيء واحده قصاد واحده. السمنه بقى كمان انا دهنه سمنه، فالسمنه بتزحلق معايا السكينه شويه، بس سهله قوي وبسيطه قوي. وبعدين بناخد واحده على واحده وبعدين نقلب لقدام، ومع مع بقى ايه بتدهني سمن في كل طبقه انت بتعملي. تعوصي ايدك، بصي بعوص ايديا من السمن وادهن، واقلبي بقى، اقلبي على النص كده، ايوه، وبرده بتدهني. وبعدين بتروحي جايبه الطرف ده، جايباه لقدام ودهناه، وبعدين الطرف التاني جايباه عليه ودهناه، وبعدين قلبها لقدام ودهناه، بمنتهى السهوله، بمنتهى السهوله بتطبقيها زي المنديل كده واحده واحده، بصي سهله جدا اهي. والطرف التاني نفس القصه اهو، وتقلبي برضو على قدام، اللي قدام اللي في الوسط ده سليم، احنا مش مقطعين، واحنا مقطعين الاطراف بس، تيجي تاخدي الجنب التاني وتقلبي على قدام، وتدهني ايديكي سمنه، وتاخدي الطرف ده اهو وتقلبيه برضو التاني عليه. وفي كل طبقه لازم ندهن، بتخبطي بايدك كده بالسمنه على الايه، على الرقه اللي بتحطيها من الفطير. بصي اهي بقت مربعات معانا بمنتهى السهوله، وبنقلب كده برضو على قدام وبندهن، بتدهني وبتجيبي التانية عليها كده وبتدهني. بصي بمنتهى السهوله. فاضل معانا الحتتين اللي فاضلين دول، الطرف ده والطرف ده بنقلبه وبندهنه برضو، والطرف التاني بنقلبه وبندهنه، بقت زي المنديل متطبقه معانا. الطريقه دي تحفه، الطريقه دي تحفه، بتطلع معاكي الفطيره روعه. بنحطها برضو في صينيه زي ما هي كده تستريح. تالت طريقة معانا يا حبايبي، اللي عايز يكمل معانا الفيديو لايك وشير للفيديو حبايبي، انا استحق منكم، يعني انا بتعب في الحاجة فقدروني ولو بتقدير بسيط منكم. اللايك مش هيكلفك حاجة يا نور عيني، اعملي لايك للفيديو عشان كل الناس تستفيد، وعشان كل حبايبنا يستفيدوا، وبناتنا الصغيرين بالاخص انا بحبهم يستفيدوا من الحاجات اللي اهالينا كانت بتعملها واللي حبايبنا كانوا بيعملوها. دي تالت طريقة بقى، زي ما قلت لكم بتفردي كده الفطيره وسط، دي بقى اللي انا عاملاهم ايه، اللي انا كنت مقطعهم قطع صغيره، يعني مكوره كور صغيره. هنعملها الواحده كام كوره بقى هنا؟ 5 كور، هعمل 5 كور. عايزه تزودي عن كده تزودي، بس انا استكفيت ب5 كور عشان تدي معايا كذا فطيره، ومش عايزاه انا تخينه قوي، يعني انا مش عايزه الفطير بتاعي يطلع تخين قوي معايا. بتفردي فرده بسيطه كده وبتحطي في الصينيه جنبيك، وبعدين ما بين كل وراق وراق او كل فطيره وفطيره من الكور الصغيره دي طبعا بنحط ايه؟ سمنه. لازم تضيفي سمنه عشان تعمل فاصل بين الراق والراق التاني، بمنتهى السهوله. سهل جدا والله يا جماعه، ما فيهوش اي حاجه خالص، ما فيهوش اي افتكاسات. وبرده هنفرد الفطيره الصغيره دي وهنساوي كله ببعضه كده، وهنفرد بقى بالحجم بتاع الصينيه، هنفرد الفطيره بالحجم بتاع الصينيه وهي في قلب الصينيه زي ما هي كده. وبعدين بنطبق الفطيره وبندهن بالسمنه، بتطبقي الفطيره وبتدهني بالسمنه. كل طبقة بنعملها بندهن سمنة زي ما اتفقنا من أول الفيديو، وبنمسكها نطبقها زي المنديل كده، وبتمسكيها في ايدك زي السرة كده وبتقلبيها. وطبعا الصينية بتاعتنا مدهونة بالسمن بتاعنا أو الدهن، وبتسيبيها في صينيتها كده اللي هتتفرد فيها، تسيبها تستريح. بنفردها فيها في قلب الصينية زي ما هي عشان ما ننقلش بقى، وبتستريح. وبعد كده بنرجع نعمل بقى ايه؟ الطريقة الرابعة بتاعتنا يا حبيباتي الجميلات، أنا بفرد الفطيرة بتاعتي فردة بسيطة جدا زي القرصة كده أو أكبر من القرصة بشوية، وبضيف طبقة من السمن، والتانية بعد كده نفس القصة. وجبت بعديها برضو التالتة أهي، بتدهني سمن وبتفردي فردة بسيطة خالص، ممكن أصغر من كده كمان، بس هو العجينة معايا بسم الله ما شاء الله حلوة قوي، بتجري معايا فبتفرد معايا قوي. وبتدهني برضو طبقة من السمن وتروحي ضايفة الطبقة التانية. دي رابع طبقة، ودي اللي بنصح بيها بناتنا الصغيرين الأمارات، دي بقى سهلة قوي قوي قوي، وبتطلع معاكي الفطيرة الرقة برقتها، يعني بتلاقي الورقة بورقتها جوه الفطيرة كده. هوريها لك، خليكي معايا لآخر الفيديو، هوريها لك، هتطلع معاكي الورقة بورقتها بعد كده. عملت 5 فطاير او 5 كورات من الكور الصغيره، والمفروض تسيبيها تستريح شويه، بس انا العجينه ماشيه معايا بسم الله ما شاء الله وسهله، وكمان عشان انا دهنه يعني حاطه تحتيها سمن مش دقيق، فماشيه معايا بتجري معايا، ففردتها على طول عشان اختصر في الوقت، والجو حر بقى يعني مش محتاجه. ف
فردتها على طول، مشت معايا زي ما انتم شايفين هي ماشيه معايا، دوب بضغط بايدي كده وبفتح على بره كده في ضغطه بسيطه، وبفتح على بره، بسحب على بره كده، بتفرد معايا بمنتهى السهوله. سهله جدا يا بنات وجميله، ويعني بجد بجد دي بنصح بيها بناتنا الصغيرين، بتطلع حلوه قوي قوي كده. الفطاير كلها الخمس طبقات اتفردت مع بعضها بحجم واحد، رقت بس اخدت نفس الحجم كلها مع بعضها، وهتلاقيها رقات بعد كده. باخد بقى السمنه بتاعتي وبدهنها دهنه كويسه بعد ما فردتها كلها الفرده الكبيره دي. وبعدين يا حبيبتي بقى يا حبيبه قلبي، آه بدهنها دهنه حلوه، بوزع السمن كويس وبطبق. بتطبقي بقى من هنا من الحرف ده ومن الحرف ده ومن الحرف ده، وبتدهني سمن اهو كده بالطريقه دي بمنتهى السهوله. مش محتاجه اي حاجه، سهله جدا وجميله جدا، وهتعملي في بيتك وهتفرحي ولادك. وكمان حاجتك نظيفه عاملاها في بيتك، انت مخلة الدقيق بتاعك وسمنتك انت عارفاها شكلها ايه، وطلعي ريحه الخبيث في بيتك كده، وخلي بناتك يشاركوكي في بيتك وعلميهم، علموا الاجيال اللي طالعه الايام دي كده. ومعانا الصينيه، هي الصينيه دي صينيه خبيز للناس اللي بتستخدمها، حلوه قوي قوي في الخبيز. هي لونها اسود كده، ده مش حاجه وحشه، ده انا حرقاها في الفرن عشان ما تصديش، ده صاج بس بيبقى حلو قوي قوي في المخبزات، الناس اللي شغاله في المخبزات بتبقى عارفاه. خلاص سبتها تستريح، ورحت جايبه بقى اللي احنا كنا عاملينها رول، يعني سويتها كده بايديا، هي معموله رول طبيعي، سويتها زي المربع كده او المستطيل، ودهنتها بالسمن. وبعدين رحت جايبه الجنب ده كده ومسويه بايديا وضغط عليه وبتتهني سمن. وبرده اللي بعديه بتضغطي وبتضغطي عليه بالطول كده وبتساوي وبتتهني سمن. تيجي تاخدي اللي في وشه نفس القصه وبتتهني السمن، ونفس الحكايه برضو نفس الموضوع، وبناخد ده على ده في النص كده اهو، تساوي الحرف معاكي، ما فيش اي مشكله خالص فيها، سهله وبسيطه. وبنضغط كده عليها بايدينا بالطول بنسويها، وبنروح جايبين الحرف اللي في الجنب ده مطبقينه زي المنديل كده، وحاطين عليه سمنه برضو، دهنينه سمنه. وبعد كده اللي قصاده وبندهنه سمنه وبنقلبه برضو نفس الحكايه، ما فيهاش اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين كده. وعلى النص وبدهنها سمن وبكورها، وعلى الصينيه على طول اكون دهنه الصينيه جنبيه اللي هتتخبز فيها، اسيبها تستريح عشان افردها في الصينيه ما انقلهاش تاني. برضو اخدت اللي بعديها هوريها لكم بنفس الطريقة يا بنات، بنفس الطريقة، وبندهن السمن وبناخد الحرف بتاعها على قدام كده بنقلبه اهو بالتساوي كده، وبنساوي وبندهن سمن. كل طبقة من دي بتعمليها بتعمل راق، كل طبقة من دي بتعمليها بتعمل راق. وبندهن السمن وبتطبقي وبتساوي كده بايديكي، وعلى برضو بناخد الطرف اللي ده والطرف اللي قصاده وبندهن السمن بتاعنا وعلى النص. وبناخد بعد كده الطرف اللي بعديه اهو عامل زي المنديل كده، الصينيه مدهونه جنبنا برضو، وبنسويها كده وبنروح حاطينها في الصينيه على طول عشان هي خلاص كده هنسيبها تستريح، ونفردها في قلب الصينيه عشان ما ننقلهاش تاني بمنتهى السهوله. سيبنا الحاجات جنبنا لغايه ما يعني ارتاحت شويه، ما ارتاحتش كتير، الجو حر ما سبتهاش كتير يعني. ورحت فرده على طول الصواني بتاعتي، صواني كبيره جدا، فردت كده وسبت مساحه بسيطه عشان الفتره تبقى ماسكه نفسها، يعني ما تبقاش ايه رقيقه معايا وما تنشفش معايا. وهقول له بقى طريقه الخبيز بتاعته حلوه قوي قوي في فرن البوتاجاز، انا بخبز في فرن البوتاجاز. لو عندك فرن غاز انت عارفه طريقه الغاز، هتولعي من فوق ومن تحت وهتشتغلي، لكن انا بخبز في فرن البوتاجاز ده المتاح عندي. بفرد بقى يا حبايب قلبي، ونقول بقى البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم انفعنا بها يا رب العالمين. بنفرد كل الصواني اللي عندنا، انا فارده الصواني. اللي عارفني بسخن الفرن، انا بسخن الفرن وانا بشتغل، بسيبه بولعه قبل ما اخبز فيه ب10 دقائق كده يسخن ويتعامل كده عشان ينجز معايا في الوقت، وعشان ادخل حاجتي فيه تشتغل فيه على طول. فردت كل الصواني اللي عندي، وكنت مشغله الفرن البوتاجاز هتشغل الشوايه من فوق وهتشغل الفرن من تحت. على الرف الاوسط هنحط الفطير، هنشغل الشوايه، هنشغل وهنلفها، وهتاخد اللون من تحت واللون من فوق وهنخرجها على طول. ما تسيبيهاش من تحت بس لغايه ما تاخد اللون وبعد كده تشغلي الشوايه، لان كده هتنشف منك الفطيره. احنا عايزين الفطير بتاعنا طري، احنا عايزين الفطير بتاعنا واخد اللون وحلو قوي قوي كده ومستوي من جوه، ما يبقاش معجن وفي نفس الوقت طري. بوريكي بقى الفطير بعد ما خرجته، والفطير بعد ما خرجته بجد بجد روعه. شايفه الفطير شكله ايه؟ شايفين الفطير شكله ايه من فوق ومن جوه؟ ده خبيز فرن
بوتاجاز، ده بوتاجاز غاز يعني، مش فرن غاز، مش فرن خبيز، ده بوتاجاز بجد. طالع معايا تحفه، وبعدين طري بقى كمان، مش اللي هو بصي، مفيش حته منه مهريه، مفيش حته منه مهريه ولا حته منه مكسوره. وقطعت حته اوريها لكم، شايفين؟ بصوا بقى التوريقه بتاعت الفطير من جوه الفطير. انا عامله 5 رقات بس، علشان يعني 5 كرات بس، مش عامله 7 ولا 8 ولا الارقام اللي بسمعها دي كلها، لا 5 بس. شايفه التوريقه بقى، شايفه التوريقه بتاعت الفطير. الفطير تخدميه ازاي ويطلع معاكي حلو ازاي؟ تسويه وعجين وسمن. السمن بتاعك يكون ظبطاه، ما تقلليش في السمن، ما الفطير يعني سمن ويعني عجين ويعني خبيث حلو. بصوا بقى، عايزه اوريكي بقى بنوتاتنا الحلوات، اللي هي الطبقات. بصي الطبقه بطبقتها، الطبقه طالعه معايا بطبقتها تحفه. قطعت لك حته على طبق كده عشان اوريها لك، وطالعه معايا تحفه يا بنات، حاجه روعه. اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي قلب من الاحمر الحلو ده، انا بحبه. مش عايزين القلوب الوحشه، ها، مش عايزين القلوب اللي بالي بالكم. حطوا لي قلبي بقى في الفتره دي، انا استحق. وشايفين بقى، بصوا الرقات عدوها، والله انا بعدها كده، خدوا بالكم. بصوا انا ال5 طبقات طالعين معايا اهم. بصوا واهي، يعني طالعه معايا الطبقه بطبقتها مورقه توريقه جميله قوي. وكمان الفطير طري، مع انه مخبوز في فرن بوتاجاز. الناس كلها بتشتكي تقول فرن البوتاجاز بينشف مننا الفطير، بينشف مننا الحاجه اللي بنعملها من فيه. لا، انت لو شغلت الشوايه من فوق ومن تحت، وشغلت الفرن من تحت، حميتيه كويس قوي، الفطير معاكي هيستوي وهياخد اللون. وكمان مش هيطلع معاكي يعني ناشف. وكمان لو طلع معاكي ناشف غطيه، يعني حطيه على بعضه وغطيه شويه، هتلاقيه اتطرى وبقى زي الفل. وطبعا بقى ما نستغناش عن العسل الاسود بالطحينه، والجبنه القديمه الجميله المصري، الجبنه المصري الجميله القديمه دي، وشويه عسل ابيض، ده طبعا الراعي الرسمي للفطير عندنا الحاجات دي. بجد بجد. بصوا شايفين الرقات، انا عماله اوريكم في الرقات عجباني قوي قوي. والفطير مش تخين معايا، الفطير طالع يعني مش متماسك كده وحلو، ومش تخين. الفطيره مش تخينه، مش طالعه تخينه كده، لا هي ماليه مركزها كده وحلوه. والرقات بتاعتها جميله. وبدوق بقى ببل ريقي بعد التعب ده كله. انا فعلا بعشق الفطير، بعشقه بجد. والفطير عشان تقدمي لاولادك، تقطعيه مثلثات كده عشان ما يتهريش منك، والولاد يبهدلوه. وببركته كده العيل تحط له في طبق، وتقدمه بالف هنا وشفا على قلبكم يا رب العالمين.